وبكده يا شباب احنا جاوبنا على السؤال الاول اللي هو بيقول توتال سيلز وتوتال بروفيت والشيبنج كوست وعدد المنتجات اللي انا ببيعها. في اسئله تانية وممكن يبقى عندي 500 الف سؤال ممكن اساله، ده اكيد. احنا هنا بنجاوب على او بنحاول نفتح ونشوف احنا ممكن نقدر ايه وبشكل عامل ازاي، ولك كامل الحريه في ان انت تطبق بالشكل اللي انت عايزه او بالطريقه اللي انت عايزها، وكمان تسال الاسئله اللي انت عايزها يعني. تمام. طيب في سؤال تاني مهم، وهي نسبة الأرباح من المبيعات اللي أنا بعتها. الإجابة على السؤال ده صعبانية شوية، لأن تطبيقها هيكون محتاج إن إحنا نعمل حاجات بلغة البرمجة أو لغة داكس اللي هي داتا أناليسيس إكسبريشن. فتعالوا نعملها سوا ونجاوب على السؤال اللي بيقول نسبة الأرباح بتاعتي من المكسب قد إيه. طيب أنا هاجي هنا وأعمل نيو ميجر. تمام. هاجي اعمل نيو ميجر، اعمل عمليه حسابيه. تعالى نيجي هنا واقول له انا عايز اعمل ايه. خلينا بس نسال سؤال مهم جدا عشان تبقى فاهم هي داكس بتبقى شغاله ازاي. داكس بتبقى شغاله بجزئيه مهمه جدا، وهي اللوجيك. انت تفهم انت عايز تعمل ايه عشان الموضوع يبقى سهل بالنسبه لك. انا دلوقتي عايز اجيب نسبه، او عايز اجيب توتال بروفيت، عايز اجيب توتال سيلز، واقسم الاثنين على بعض اقدر اطلع بنتيجه انا كسبت كام، او نسبه الربح بتاعتي كام من البروفيت، او اقصد من السيلز بتاعي. في الحاله دي انت لازم تسال نفسك سؤال: اقدر اجيب السيلز بشكل عامل ازاي؟ اقدر اجيب التوتال بروفيت بشكل عامل ازاي عشان اقدر اقسمهم على بعض؟ وهنا انت ما ينفعش تقسمهم مانوال، ان انت تيجي تقول لي انا هقسم 1,400,000 على 12 مليون عشان تقدر تطلع بالقيمه. انت عايز الموضوع يبقى دايناميك، لان بكره الصبح ممكن تبقى لقيت نفسك بعت ب 13 مليون وكسبت 2 مليون، فانت لازم هنا هتضطر تعمل المعادله تاني مانوال. واحنا الفكره في الداتا اناليست ان هو بيعمل الحاجه اوتوميشن، ان هو يقدر يخلي الامور تشتغل اوتوماتيك، والانسايتس تتحرك، والداشبورد تبقى ديناميكيه معاك، مش مضطر ان انت كل شويه تشتغل وتطلع المعادلات مانوال بايدك. طيب اول حاجه عندي، وركز معايا في النقطه دي عشان هتبقى مهمه جدا لما نيجي في كورس لو انت قررت انك تشترك معانا في الكورس بتاع الداكس، هتلاقي النقطه دي مهمه جدا وانا بشرحها في هناك. هتلاقي ان انا بقول لك يعني ما ينفعش ان انا اعمل معادله تخص البروفيت لوحدها، ومعادله تخص السيلز لوحدها، وبعدين معادله تقسمهم على بعض. كده انا عملت 3 معادلات. هنا انا هعملهم في معادله واحده بس، وتعالى نشوف هنعملهم ازاي. هقول له برسنتج بروفيت عشان اعرف انا كسبت كام، فهقول له يساوي، وهضغط شيفت انتر. ليه شيفت انتر؟ عشان انزل سطر لتحت شويه. تمام. طيب هقول له فار. فار ده يعني متغير، وهحط، عايزك تحط جواه توتال سيلز او توتال سيلز. اوكي. وبيساوي سم لمين بقى؟ للسيلز. تمام. واقفل القوس وانزل تاني بشيفت انتر. لما تنزل بشيفت انتر تاني هتلاقي ان انت عندك حاجه اسمها فار برضو متغير، وهحط جواه توتال بروفيت سم للبروفيت، واقفل القوس. طيب انا كده في اللحظه اللي انا عملتها دي اللي ظاهر قدامكم ايه، انا عملت متغير عملت جواه توتال سيلز، ومتغير تاني حطيت جواه توتال بروفيت، ناقص ان انا اقسم البروفيت على السيلز عشان اعرف انا نسبه الربح بتاعتي كام من السيلز بتاعتي. فهاجي هنا واقول له حاجه اسمها ريتيرن. تمام. جوه ريتيرن دي هعمل حاجه اسمها ديفايد يعني اقسم. جوه القسمه دي هحط اول حاجه عندي مين؟ التوتال بروفيت. وده البوست بتاعي، المقام بتاعي هيكون توتال سيلز. ولو لقيت ان في اي مشكله واي ايرور حط لي صفر، وهقفل القوس. انا كده عملت المعادله مظبوط. اول حاجه جبت بلوك حطيت جواه توتال سيلز، جبت بلوك وقمت حاطط جواه توتال بروفيت، وبعد كده قمت اقسمهم على بعض عن طريق حاجه اسمها ديفايد يعني اقسم البوست اللي هو التوتال بروفيت على التوتال سيلز. لو في اي مشكله سواء بقى بتقسم على صفر او بتقسم على انفينيتي او بلانك او نل، حط لي صفر وهقول له اوكي. هنا بقى الموضوع واضح بالنسبه لي. بقى عندي حاجه هنا اسمها
برسنتج بروفيت، وده اللي اقصده ان انا محتاج عملت جواه المعادله او الفانكشنز اللي انا محتاجها طبعا باستخدام داكس. لما اضغط على البروفيت دي هلاقي فوق خالص في حاجه اسمها الميجر تولز، هلاقي جواها في حاجه اسمها البرسنتج. لما اضغط على البرسنتج، بس انا قبل ما اعملها تعالى نشوف شكلها هيبقى عامل ازاي اصلا. لو انا خدت الكارت ده مثلا كده كوبي وقمت جاي قايل له حط لي جوه الكارت ده القيمه بتاعه البروفيت، فهتلاقي ان قيمه البروفيت ظهرت بشكل عامل ازاي. مفيش حاجه اسمها برسنتج او مضروبه في 100 او اي حاجه، صح؟ هتلاقي ان هي 12 من 100. طيب لما تيجي بقى تضغط على البروفيت وتضغط على البرسنتج اللي موجوده فوق دي، تمام، هتلاقي ان الحل او النتيجه بقت شكلها عامل ازاي. تعالى كده نشوف بعد ما اتطبقت بقت 11.6 من 10. طب هو كان كاتبها 12 ليه؟ كان مقرب العلامات، مقرب الارقام بس. تمام. طيب تعالى بقى نغير التايتل بتاعها ونخليه توتال او برسنتج بروفيت. تمام. يبقى احنا كده جاوبنا على السؤال الاول والسؤال الثاني. تعالى نشوف السؤال الثالث بيقول ايه. مبيعات كل صنف. مبيعات كل صنف يا شباب احنا ممكن نستخدم معاها اكتر من حاجه، بس تعالى نختصر الوقت ونقول ان السؤال ده ممكن نجاوب بيه بالبار تشارت. تمام. او ممكن نستخدم الدونت او الباي تشارت عشان يقسم لي المبيعات بتاعتي بالبرسنتج كمان. فتعال نشوف مثلا هنا اول حاجه الباي تشارت محتاجه ايه؟ محتاجه الليجند. انا محتاج اقسم بناء عليه، فهو انا هنا مبيعات كل صنف اللي هو الكاتيجوري، فهقول له الكاتيجوري. خلاص تمام زي الفل، بقى عندي كاتيجوري وعندي الحاجات دي كلها. طيب عندي بعد كده ايه؟ عندي بعد كده مبيعات يعني السيلز، فهنزل عندي السيلز واخدها واحطها في الفاليو، فهلاقي ان انا عندي التقسيمه اللي انا محتاجها، وهتلاقي ان هي خدت نفس الالوان اللي انت مديها له فوق. فين السيم؟ ادي السيم اهو. فين الكولرنج بتاعنا؟ هننزل عند كارنت سيم عشان اشوف هل الالوان اللي انا مديها له هي دي الالوان اللي هو اشتغلها ولا لا. هي دي الالوان اللي هو اشتغلها. هتلاقي ان 1 و2 و3 و4. تمام. اختار الالوان دي. طب هتيجي تقول لي طيب هو ليه هنا خد اللون الرابع؟ فين اللون الثالث؟ هقول لك عشان في بلانك. البلانك خدت لون معين بس مش ظاهره. تمام. فعشان كده تلاقي ان بلانك خدت اول لون، تاني لون، تالت لون، رابع لون. طيب لما بلانك بقى اتشالت، لما بلانك اتشالت بقى عندي مشكله ان اللون ما بقتش متناسقه شويه. طيب ازاي؟ ليه اصلا حصل في الاول بلانك؟ لان في جزئيه مهمه جدا خلينا نروح نحلها في الداتا ترانسفورميشن، وهي جزئيه وخلينا اركز معاكم في ان دي من اهم الخطوات اللي بعملها في اي بروجكت لما باجي اشتغل عليه ايا كان ايه هو. وده نقطة قوية جدا جدا جدا، صدقني ممكن تحل معاك مشاكل وايرورز ممكن تتفاداها في المستقبل بشكل قوي جدا جدا جدا. لما اجي هنا هاجي عند اطلع فوق، دي كل الاكشنز اللي احنا عملناها صح. هاجي فوق خالص هنا عند رابع اكشن اللي هو السورس، بعد كده النافيجيشن، بعد كده البروموتد هيدرز، بعد كده تشينج تايب. بعد التشينج تايب يا شباب هقوم جاي عامل خطوة مهمة جدا وهي ريموف بلانك رو. في صفوف ممكن الباور بي اي بيقراها في الاكسل بس هي مش موجوده، او ممكن فعلا تبقى موجوده بس لما تيجي تعمل بروسيس معينه وتعمل بري بروسيسنج للداتا بتاعتك ممكن تسبب معاك مشكله، سواء بقى بتعمل سبليت او بتعمل ميرج او اكستراكت او اي حاجه. هتلاقي ان الخانات الفاضيه او الصفوف الفاضيه بتسبب معاك مشكله كبيره قوي قوي قوي، وده ممكن نبقى نتكلم عليه في المستقبل ان شاء الله. بس انت عندك دلوقتي ريموف بلانك روز، دي خطوه مهمه جدا، صدقني المعلومه دي تساوي كنوز لو انت فعلا طبقتها بشكل صح. انا اول حاجه بعملها بعد ما باجي افتح البري بروسيسنج بتاعي واول خطوه بعملها هي ان انا بعمل ريموف بلانك روز من الاول كده عشان اتفادى اي مشكله او اي اخطاء ممكن تحصل في المستقبل. طيب بعمل ريموف. تمام. فهيقول لي والله انت عايز في دلوقتي تو اكشن انت عاملهم، عايز تضيف خطوه في النص، فانا هقول له اوكي انا عايز اضيف خطوه في النص، فهو عمل لي هنا ريموف بلانك رو. لما اقفل بقى الداتا دي كلوز اند ابلاي. بس مهم جدا بقى ان انت بعد ما عملت الخطوه دي تنزل تضغط على اخر اكشن تحت خالص. ليه؟ لان انا لو وقفت عند الاكشن دي هيطبق لي لحد اخر الاكشن اللي انا واقف عليها، فلازم انزل تحت واقف على اخر اكشن انا واقف فيها عشان اقدر اطبق كل الاكشنز بتاعتي واعمل كلوز اند ابلاي.
هتلاقي ان البلانك دي بعد ما يطبق بقى الاكشن ويعمل تحميل دلوقتي، هتلاقي ان البلانك دي اختفت. طب ليه البلانك اختفت؟ لان انا عملت ريموف بلانك روز من الاول خالص. تمام، هو دلوقتي بيحمل اهوت. تعال نشوف هل فعلا بعد ما يحمل البلانك دي هتختفي ولا لا. تمام، هو هنا بيحمل اهو يا شباب، وبيعد وبيعمل البري بروسيسنج اللي احنا عملناه. بعد ما يطلع علامه صح وان الداتا تمام بالنسبه لي، هتلاقي فجاه اوتوماتيك من هنا فين الجزء الخاص بالبلانك اتشال، او العلامه الخاصه ببلانك اتشالت. تمام، خلينا بقى نحذف الكلام ده خالص ونعمله من اول وجديد. انا عايز باي تشارت. الباي تشارت دي يا شباب هنحط جواها الكاتيجوري والسيلز. تمام، طيب تعالوا بس نكبر حجمها شويه كده ونديها الكاتيجوري ونديها السيلز. تمام، ادي السيلز. تمام، تعالى بقى نظبط الالوان بقى من جوه. تمام، تك تبقى باللون ده. تمام، تعالى بقى ننسق يا شباب. بعد ما حطينا الالوان بتاعتنا وظبطنا واخترنا الالوان المتناسقه بالنسبه للبروجكت بتاعنا، ولازم طبعا تبقى انت عارف ومراعي الداتا او الالوان اللي انت بتحطها في البروجكت بتاعك. لان انا قلت دايما الم ترى ان العين للقلب رائد فما تألف العينان فالقلب يألفه. اول حاجه الشخص بيشوفها هي الالوان بتاعتك والداشبورد وتنسيق الالوان وكل الكلام اللطيف ده. ففكره ان انت تعمل الوان شاذه وانك تعمل الوان مش متناسقه وانك تعمل الوان مش باينه، ده هيخلي في الاخر ان الشخص هينفر من البروجكت بتاعك من اصلا من قبل ما يشوف هل هو هيفيده ولا لا. وممكن تبقى عامل شغل جبار في الداتا بري بروسيسنج وفعلا في استكشاف البيانات وفي الكي بي ايز، وتعبت جدا في انك تبني الداشبورد بتاعتك، بس في الاخر انت عملت حاجه شكلها مش حلو. تمام، فلازم مهم جدا ان انت تاخد او تركز في جزئيه تناسق الالوان بشكل قوي جدا. طيب انا بعد كده هديك بقى تريك انا بعملها مع نفسي انا وفي البروجكتات اللي انا بشتغل عليها. اول حاجه تك دي يا شباب، هتلاقي ان انت اللون ده. تمام، بعد كده الفurniture اللون ده، بعد كده الاوفيس سبلايز اللون ده. طيب انا مثلا لو انا اتلخبطت في ان انا مش شايف الالوان، هل انا لازم ابص على اللون هنا وفي الكاتيجوري وبعد كده ارجع اشوف النسبه بتاعته والميزه بتاعته ايه؟ اكيد لا. هاجي هنا عند الليجنت اشيله خالص، مش عايز انا الليجنت من الجنب من هنا. تقول لي طب انا عرفت بقى منين ان ده ولا ده ولا ده؟ هاجي اقول لك ان في حاجه عندك اسمها الداتا ليبل. الداتا ليبل دي لما تيجي تفتحها هتلاقي ان انت هنا بيقول لك الليبل كونتينز. انت عايز الليبل بتاعك يحتوي على ايه؟ فانا هقول له والله يا باشا انا عايز الليبل بتاعي يحتوي على all data all details. فهتلاقي ان هنا التك، هنا اوفيس سبلايز، هنا الفurniture، وهنا اكتر حاجه انا بحب استخدمها او اتبعها حاجه اسمها اليو اي واليو اكس، اللي هي ايه؟ اليوزر انترفيس، ان الالوان متناسقه والانترفيس شكله شيك وجميل ولطيف. والجزء الثاني هي جزئيه ان انا يبقى عندي حاجه اسمها اليوزر اكسبيرينس، اللي هي العميل بيتعامل بشكل ازاي او هيفهم الداتا دي بشكل عامل ازاي. فانا هنا سهلت عليه الدنيا، بدل ما يروح يشوف في الجنب الكاتيجوري لونه ايه ويروح يبص كاتيجوري لونه ايه ويروح يبص، لا انا دلوقتي بقى عندي كل كاتيجوري من دول كل واحد فيهم بيعبر عن القيمه او بيعبر عن الحاجه اللي هو يعني بالظبط اللي احنا عايزينها. تمام، عندي بقى الفاليو بتاعتي اقدر اكبر واصغر وادي اللون اللي انا محتاجه بالشكل اللي انا محتاجه عادي جدا. ممكن اعمله بولد. تمام، ممكن اصغر الخط شويه، اكبر الخط زي ما انا عاوز براحتي جدا، مفيش فيه اي مشكله خالص. تمام، طيب لقيت ان انت مثلا عندك في هنا تكست هيبدا يتاكل، انت ممكن بقى تتعامل مع ده ازاي؟ في الديسمال ديسبلاي انت ممكن تيجي هنا وتحط صفر، تيجي هنا وتحط صفر، فهتلاقي ان انت الجزء ده بتاع البرسنتج بقى بدل ما كان في رقمين بعد العلامه العشريه، خلاص لا ده ما فيهاش اصلا. هنا 38 30% 33%. فانت كده ظبطت الحته دي في ان انت قللت المساحه شويه اللي انت بتستخدمها في الباي تشارت بتاعتك. تمام، عندي بعد كده اول حاجه التايتل فوق، هروح عند جنرال، في عندي تايتل، هنا هعمل سيلز باي كاتيجوري، هسيبها زي ما هي وهجيبها في النص. تمام، وممكن اديله نفس الباك جراوند اللي احنا كنا مدينها فوق اللي هي الباك جراوند دي. تمام، والتكست هيبقى ماشي بنفس اللون. تمام، انا هاجي هنا اشوف بس التكست 16 واسود. تمام، هاجي هنا هخليه برضو 16 واسود، وكان واخد بولد فهديله بولد.
فخلاص كده انا بالنسبه لي البروجكت ده دان، او الباي تشارت ده دان. بس انا عندي حته برضو بحب ان انا اعملها، وهي حته البوردر بتاعتي. فانا هاجي هنا عند البوردر واديله اللون ده، اديله اللون ده، واجي هنا واديله راديوس 15. تمام. فبقى عندي بالشكل اللي انت شايفه ده.